هنا بنتابع ركنيه جديده، هي الخامسه في اللقاء. مهدي سعاده خطره جدا، لكن كوفي يطلع. وادي امامنا هي ترتد الكره وتسديده قويه. يا خبر ابيض، يا خبر ابيض على الهدف، يا على الهدف الرابع. ادي امامنا هنا هي الكره، تسديده صاروخيه من جانب صاحب الهدف الاول وصاحب الهدف. ادي الكره، شوف كوفي شال هنا، وادي بناء هجمه، لكن بغداد يصلح كوره. شوف هنا بقى المساحه اللي ايه، يعني شوارع مفتوحه هنا في وسط الملعب. ادي الكوره ومروان تاج حاططها صاروخ لا يصد ولا يرد. صعبه جدا، صعبه جدا. الهدف الرابع امامنا هنا في هذه اللحظات. نتيجه صعبه، نتيجه قاسيه جدا على نادي الزمالك في هذه الاجواء. تحول ركله الجزاء حازم، لكن النجم افضل من نجم اليوم يستحق هذه النتيجه العريضه، هذا الفوز الكبير. والشناوي والهدف الخامس، الهدف الخامس ياتي عن طريق اللاعب صدام بن عزيزه. صدام بن عزيزه امامنا اهو في الدقيقه 86 لحظات. شوف امامنا اللقاء والهدف امامنا اهو. شوف كوره على طول، كوره ملعوبه يلمسها ادي مروان تاج. شوف هنا الكوره والارتقاء وضربه راسيه من جانب حمدي النجاز، اللي النهارده كان الورق الرابحه حقيقه النهارده، اللي لعب دور مهم قوي في